يا ترى مين اللي هيتبرع بكليته لبوران؟ كلنا تابعنا الإعلان ولقينا حالة بوران اتدهورت ومحتاج متبرع ليه بكليته، واللي كان جيهان البورة هو اللي صمم يدخل العمليات ويتبرع لبوران، وده دليل قاطع لحب جيهان لأخوه بوران عكس اتهام صداقات. بس واضح يا أصدقاء إن في خطورة على جيهان من العملية، وده اللي خلى عالية تضغط على جيهان إنه ما يكونش المتبرع. مش بس كده، اقترحت إن هي تكون المتبرعة، فهل ده يخلي صداقات تثق في عالية ولا هتفضل الخلافات ما بينهم؟ بس ليه يا أصدقاء في خطورة على جيهان؟ هل بسبب وجود مرض عند جيهان يمنعه، ولا الأرجح إن المتبرع يكون شقيقه من الأب أفضل علشان نجاح العملية؟ واحنا عارفين ان جيهان اخو بوران من الام فقط، وده ممكن يكون الحل الوحيد هو كشف السر، ويكون افضل متبرع لبوران هو اخوه شاهين. قولوا لنا يا اصدقائي مين هيتبرع لبوران، وهل هيعيش ولا لا؟ بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.